حمدا لذي الإكرام والإحسان من أنزل القرآن في رمضان. تذكير الإخوان ببعض فضائل القرآن من كلمات الشاعر الأديب أبي هشام عمار العمودي. أداء محمد الشفري. هو معدن الأخلاق والإيمان. حمدا لذي الإكرام والإحسان من أنزل القرآن في رمضان. نزل الأمين به على خير الورى من خير باطن من بني عدنان. فهو الطريق المستقيم لسالك، هو معدن الأخلاق والإيمان. نور القلوب شفاؤها من دائها، فهو الربيع لها وللأبدان. يا صاحي إن رمت العلوم بهديها فالزم مجالسه بدون تواني. حلقاته فيها السكينة تنزل، تغشاهم الرحمات بالغفران. وكذا الملائكة الكرام تحفهم ويزينهم ذكر من المنان. خير البرية من تعلمه ومن قد علم القرآن في إتقان. يتنافسوا يا إخوتي في حفظه وتمسكوا بالهدي والتبيان. هو فخركم ونجاتكم، هو عزكم، لا ترتضوا بالزور والبهتان. من كان يحفظه ويحفظ حده فله الأمان على مدى الأزمان. يا حامل القرآن كن متعاهدا بكتاب ربك سائر الأحيان. إن الرزية أن تخالف أمره أو أن تسلمه إلى النسيان. رتل وجود ما استطعت حروفه تلقى الثواب بكفة الميزان. واعلم بأن الله منزل أهله أعلى المنازل في نعيم جنان. واعلم بأن الله منزل أهله أعلى المنازل في نعيم جنان. أعلى المنازل في نعيم جنان.